الجد كان بيدرب الولد يستخدم قدراته، بس كان منعه يستعملها قدام الناس العاديين. ولما كان بيتضايق من العيال، الجد كان يقول له يستحمل. ربط له رباط كاوتش في إيده، وكل ما جاك يعصب يشده على نفسه عشان يمنع اندفاعه. بس جاك ما كانش فاهم جده. في كل خناقة مع العيال التانية ما كانش بيقدر يمنع نفسه من استخدام قدراته، ويضربهم لحد ما وشوشهم تتكدم وتتورم. سواء كان الصح أو الغلطان، الجد دايما كان بيعتذر ويدفع مصاريف العلاج، وبعدها ينقل يعيش في مكان تاني. لحد ما جاك تم 10 سنين، وفجأة جده اتقتل قدام بيتهم. ساعتها جاك فاهم إن القوة الزيادة ما بتجيبش غير الموت. من اليوم ده ساب غروره، خبى قدراته وادعى إنه غبي، وكان فاكر إنه هيعيش حياة هادية. لكن في يوم جاك جاله تليفون إن قبر جده اتنبش. رجع القرية ولقى إن الجثة اختفت. بعدها ست ظهرت وادعت إنها أخته ماري، وده خلاه يشك فيها. بالليل جاك شاف ماري بتنبش قبر في السر. طلع تليفونه يصور، لكنها فجأة نطت وضربته ووقعته. لما فاق رمته في حفرة تراب، وكانت ناوية تدفنه حي. جاك ترجاها. في اللحظة دي تماثيل طين ظهرت في المدافن. جاك طلع من الحفرة وشاف ماري ماسكة سكينة وبتحاربهم. افتكر إنه بيحلم وحاول يفوق نفسه، فتماثيل الطين اتشدت لصوته. ماري هربت، ولما رجعتوا معاها ناس، جاك كان اختفى. ما خدتش بالها من البرق اللي شق السما. دي كانت قدرة النجاة اللي جده علمها له.